Hmm. ايوه، انت دلوقتي بتسمع بودكاست جدي ويلا بينا نبدأ. يا مساء او صباح الخير عليك يا اللي بتسمع البودكاست دلوقتي. ده بودكاست جدي وانا عبد الرحمن الشاعر. وانا كريم علام. اهلا بيك. ازيك يا سعد؟ بص، الحمد لله. مبدئيا كده عزيزي العربي بقى، معلش يعني ده سؤال مهم. كوبايه القهوه معاك دقايق كده ودماغك تمام. بص، انا عارف ان الاسبوع اصلا معكنن وتقيل ورخم وما بيعديش. انا عايزك تفصل معايا ال 45 دقيقه دول ولا الساعه دول. انا عايزك كده تفصل وتروق كده عشان ايه؟ نحكي الحكايه. علام النهارده منزلني يعني عشان نتكلم عن حاجه، بس هو بيقول لي انها ملهاش علاقه بالتاريخ او ملهاش علاقه بالحكايات. هتعرف في الاخر. اعرف خلينا كده. نمشي الحلقه كده ونقعد مع بعض ونحكي ونشوف ماشي، نتكلم في النهارده. قول يا باشا. ماشي. موضوع النهارده هنبدا بحاجه. المفروض ان كل واحد فينا هيبقى عنده وجهه نظر مختلفه او فكره مختلفه عن الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه. مم. وكل واحد لما اقول الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي هترسم في دماغه صوره. ماشي. انا عايزك تاخد الصوره دي كده، انت اللي بتسمعني او الشاعر اللي قاعد قدامي، مم. وتفكر فيها كده بالراحه. الكلمه ماشي. اللي انا عايزك تتكلم عليها النهارده او الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو فكره الهيرو او البطل. مم. اول ما قلت كلمه البطل انت هيجي في دماغك شخصيه او اسم، حد حقيقي، حد مم. خيالي، حد يعني من كتاب ولا فيلم او شخصيه حقيقيه. مم. احكي لي انت جه في دماغك مين وايه الصفات اللي انت شايفها صفات البطل. هنجيب دماغ شخصيتين. مم. تمام، يعني الشخصيه الأولية طبعا مثلا سوبرمان او ايرون مان. حلو. لا، هو سوبرمان او كابتن امريكا بالذات. يعني بحسهم الاثنين قريبين من بعض. الاثنين عنده اخلاق، ماشي، اخلاقه عاليه، قوي جدا. دايما بيحاول يعلم اللي قدامه حاجه بالنسبه في دي يبقى الموقف. وسيم شكل وسيم طبعا، عضلات جسم طبعا. وهكذا. وكل البنات بتحبه، كل البنات حلوين. و ده بالنسبه لده. جه في دماغي بقى الجزء الثاني اللي هم الابطال السايكوباث، زي مثلا شيرلوك هولمز، ايرون مان زي ما قلنا. اللي هو بطل، بس هو في حته ربع ضارب كده، في بس ده اللي حاجه مخليه غلط. بطل. اه. ده اللي جه في دماغي الصراحه. حلو. في الغالب وغني طبعا، لازم يكون غني. ماشي. معلش. مفيش بطل فايق. مفيش. تمام. اغلب الناس لو انت قلت سيره البطل او صوره الشخص اللي هو المفروض ان هو يبقى اجمد واحد او اللي هو المفروض ينقذ الدنيا، في الغالب هترسم في صوره شبه سوبرمان، شخص قوي جدا عنده كل حاجه. تحس ان هو كده بوصلته الاخلاقيه مظبوطه وبيعرف ياخد القرارات الصح ويتصرف صح، بيعرف يفكر، بيحاول دايما ما يأذيش اللي حواليه، بيخاف على اللي انقذ حواليه. اكبر حاجه. حتى لو انا حاجه زي باتمان مثلا، حتى لو انا مش طايق الجوكر وكل ما احبسه في اركام اسايلم ولا بتاع بس ما يهرب وبتاع، بقتلوش. بس ما ينفعش اقتله عشان انا واخد قرار من الاول ده ما ينفعش أقتله. ايا كانت الظروف وايا كان مين اللي قدام. مم. حلو. ده تعريف البطل. طب انت الحته الثانيه اللي انت قلتها ابطال ضارب منهم حته او في حته ناقصه. مم. ايه هي الصفات اللي انت شايفها الاساسيه عشان الشخص ده يبقى بطل؟ عشان لو احنا قلنا مثلا الشخصيه دي مثلا في سوبرمان مثلا عنده حاجه مش عند ايرون مان، بس انت قلت الاثنين ابطال. مم. كم شخصيه يعني كم خاصيه بقى اللي انت شايف لا لو الخاصيه دي موجوده يبقى الشخص ده بطل؟ مش عارف، بس هي بتتغير من فيلم لفيلم يعني. انا كنت اقول لك مثلا غني، بس فعليا دلوقتي بقى في ابطال مش اغنياء، بس هو الاغلب فعلا لازم يبقى غني معاه فلوس. سوبرمان مش غني وسبايدر بس مان هو مش مش محتاج غني الفلوس. وكلهم مش غني. بس فعليا ما بتشوفش، يعني انت ما شفتش مشهد لكابتن امريكا واقف بيطلب اكل، صح؟ يعني هو فعليا مش محتاج ماشي. الفلوس. سوبرمان انا مش متابع دي سي، بس فعليا اكيد مش هتلاقي له مشهد هو بيستخدم فيه الفلوس، فاللي هو مم. مش محتاجها. على عكس مثلا مين؟ باتمان وايرون مان. في مشاهد كتير ايرون مان بالذات، تمام، ان انا متابع مارفل اكتر. ايرون مان في كذا مشهد انت ده غني، فاهم؟ ف... فاعتقد ان هو لازم هو يبقى. سواء ايرون مان او باتمان الاثنين بيقول لك ماي سوبر باور از ماني. بالظبط. قوته ان هو انا معايا فلوس كتيره جدا لدرجه ان انا مش محتاج الفلوس اقعد في اي حاجه عنها. بالظبط. فانا شايف ان لازم يبقى السوبر هيرو يبقى غني. تمام. ممكن يبقى ايه تاني؟ ممكن يبقى لازم يبقى عنده قوة خارقة شاملة قوة خارقة تانية. يعني مثلا بمعنى. سوبرمان عنده قوة خارقة كتير قوي. كابتن امريكا فعليا عنده قوة خارقة كتير قوي.
غير اللي هي فكره الجسد بس وصل لك. فلازم يبقى عنده قوه خارقه شامله، يعني ما يعني ينفع هو يهزم الشرير لوحده. ماشي. طب مش عكس شيرلوك مثلا هل الابطال. يعتبر عنده قوة خارقة؟ فعليا فكره اللي هو منتبه الفراسه بشكل ما. طب دكتور فراسه واتسون قويه. هل عنده قوة خارقة؟ لا، لا ما عندوش قوه خارقه خالص، عشان كده مش هو البطل. مم. يعني هو دكتور واتسون، لو انت مثلا اتعمل مسلسل لدكتور واتسون بس، اتفرج عليه بنسبه هو كبيره لا. مم. فاهم يعني بنسبه كبيره لا. لو اتعمل بنفس صيغة ان هو هيعمل اللي بيعمله شيرلوك يبقى لا. امم بس انا من وجهة نظري ان هو لو انت حطيته في ان هو اللي هيعمل الدنيا، هو هياخد طريق غير اللي شيرلوك بياخده. بس مش هيبقى الطريق وهي دي طبيعي. النقطة بالنسبة لي. مم. انا لو شفت شيرلوك حل القضية ازاي، ماشي، حلو، ده شيرلوك هو كده هيحلها. مم. بس لو شفت واتسون وهو بيحلها مره ومره لا، مره عمل كذا وانا ما كنتش متوقع ان هو يعمل كذا، او هو داس على نفسه زياده عشان يوصل لحاجه، ودي برضو انا شايفها نقطه من نقط مم. البطل اللي هو ما عندوش اخر. انت كل ما تقول خلاص هيخسر ولا وصل اللي مش عارف ايه ولا بتاع، او الحاجه دي اقوى منه، لا هو بيوصل لطريقه ان هو لا انا لسه في تاني، او انا هستخدم حاجه جديده، او في حاجه لسه انت ما تعرفهاش، او هطور من نفسي، او هعمل أو. مم. تمام. فبيتهيألي ممكن يطلع منه حاجه زي كده. ايه بس انا الصراحه حاسسها قريبه للحياه قوي. اغلب الحاجات الواقعيه ما بتبقاش ممتعه. انت فعليا بتشوفها يعني معلش، ايه اللي خلانا نعجب بشيرلوك؟ ان ما فيش بشر كده المفروض، يعني ما فيش حد دلوقتي كده وصل لك. ما فيش حد بيحل كل الحاجات صح. ما فيش حلو. حد سايكو بس كده للدرجه. طيب ندي امثله على الحقيقه. ماشي. هل انت شايف ناس من الناس اللي عايشين معانا دلوقتي ينفع يتقال عليهم سوبر هيروز؟ حد زي مثلا ايلون ماسك او بيل جيتس، جيف بيسوس، الناس دي، هل دول يعتبروا سوبر هيروز؟ بالمصطلح على الاقل التقليدي. اول حاجه انت قلتها الغنى، مش هتيجي نتكلم في النقطه دي. هو بالمصطلح التقليدي مش قوي، بس انت ممكن فعلا تقول على ايلون ماسك ان هو لو عايز يبقى سوبر هيرو هيبقى سوبر هيرو. هو دلوقتي سوبر هيرو؟ لا. او بلاش سوبر، هو دلوقتي هيرو. آه، لا اعتقد. ماشي. غنى، بس فعليا هو لو عايز يبقى هيرو هيبقى هيرو. يعني لو عايز يبقى ايرون مان بكره. طب ما انت لو هتتكلم ان هو بيساعد الناس وبيعمل خير، ما كلهم بيساعدوا الناس وبيعملوا خير، وعندهم مؤسسات خيريه كتير وبيصرفوا ملايين على الخير والكلام ده. ما هي مش فكره خير، بس انت بتتكلم بيساعدوا في حاجه يعني فانسي. يعني انا بيظبطوا عايز حاجه حياه ناس فانسي كتير معاها. جدا. وصل لك؟ يعني انا عايز حاجه اسطوريه، حاجه ما بتحصلش كل يوم. معلش انت بتشوف كل يوم حد في المترو فبتديله فلوس. مم. تشوف حد بيته اتهدم فبتساعده. ماشي، بعيدا عن ده ده جميل واخلاق وكل حاجه زي طيب الفل، بس لو ده انا الطبيعي. شفت طفل وقع على خط شريط المترو مثلا وانا نزلت جبته، هل أي- كده ده يبقى هيرو؟ بالظبط، انت عملت حاجه استثنائيه. يعني الهيرو لازم يبقى استثناء. بالظبط اعتقد. جميل. استثنائي في الحاجه اللي بيعملها، مش شرط هو كشخص استثنائي. يعني مثلا واحد طبيعي جدا موظف قايم من النوم الصبح، بيروح من شغله بيجي من شغله مش عارف ايه، بس مثلا انقذ ست قبل ما من الحطام او من بيت بيولع، فدخل بسرعه وجاب الست من جوه وشالها ونزلها وعمل كذا كذا كذا. ده عادي. يعني ده كده بطل. هو العمل بتاعه الاستثنائي، مش هو عمل الاستثنائي. بطولي. بالظبط، عمل استثنائي. ماشي. اعلق بس على النقطه مم. دي، انا في وجهه نظري آه برضو يعني بحكم اللي انا اعرفه يعني، او بحكم الدراسه يعني، ممكن تقول ان هو لعبه احتمالات. انا لو عديتك قدام حد عربيه تخبط مم. 100 مره، حصل موقف 100 مره، مم. مش المية هتعرف تنقذه، اكيد. مش المية رد فعلك هيبقى سريع كفايه انك تنقذه، بالظبط. بس المتوسط مثلا ايه 10 15 مره انقذته. ممكن هل نسبه اقل معنى بس ايه؟ ممكن نسبه اقل. انا بديك كمثال، احنا مم. بنضرب ارقام. فمعنى كده، هل معنى كده انك 15% بطل؟ انا شايف ان هو لا. اصل فعليا ما البطل فيش. انك لو انت تتكلم في المثال الحقيقي ده، ممكن يبقى ان عندك استعداد لو الفرصه سمحت انك تعمل حاجه زي ما انت بتقول بطوليه او حاجه غير عاديه. طب لو الفرصه ما سمحتش وهو ما عملش حاجه، يعني لو زي ما انت بتقول ايرون مان، لو ايرون مان ما اضطرش ان هو يعمل كل الحاجات ويبني الدروع ويبني الحاجات دي، هل كان هيفضل بطل؟ لا. ما جاتلوش لحظه الايقاظ اللي جات له ان هو لا انا حياتي ما ينفعش افضل عايش كده؟ كان هيبقى كده لو ابو وام باتمان ما اتقتلوش. لا، ما كانش هيبقى كان بطل. هيبقى شخص غني مسرف بيصرف فلوس وعايش في جثة مقطعها كل يوم خروجات وبتاع وخلاص. مم.
هل كان هيبقى بطل؟ لا. فهل انت متفق ان البيئه في حد ذاتها او المكان او ده النشأه او اكيد. الهدف او ان هو في مرحله ما محتاج ياخد قرار، انا محتاج ابقى جاهز عشان لما كذا يحصل مم. اعمل كذا، او انا اخلق الفرصه لنفسي. انا متفق في دي. حلو. طيب مثال طيب على ابطال بقى من الحياه الحقيقيه في التاريخ، مم. زي مين مثلا؟ هل لو قلنا حد زي محمد علي باشا، هل ماشي. يعتبر بطل؟ على حسب انت بتبص له منين. يعني ايه؟ يعني انت لو بصيت له من حيث بقى الانجازات الاقتصاديه لمصر، وان هو نهض بمصر والنهضه الصناعيه والكلام ده، فهو بطل. يعني انت لو من ناحيه المصريين هو بطل؟ اعتقد. طب الناس اللي حقها اتهرس في حاجات كتير من اللي هو بيعملها، لازم، يعني والناس زي ما بيقول لك اللي ان ايه، لازم يعني ايه، ما ينفعش نطلع بالكل عايشين، لازم جزء يضحي عشان الباقي. فاهم؟ من اتباع الرزق بقى، اللي هو هقتل نص البشر عشان او نص الكون عشان النص التاني يعيش والموارد تكفي. المفروض يعني. يعني انت متفق مع العقليه دي اصلا؟ تمام. مم. يعني انت شايف ان حد زي محمد علي باشا يعتبر بطل؟ يعني مش اكيد مش في كل اعماله، بس هو ممكن بطل. هل هياخد اللقب ولا لا؟ بطل بنسبه 80% مثلا. 80% ده كفايه انه ينجح، فهو بالنسبه لك بطل. اكيد يعني 80% ما بنجيبهمش في المتر. ماشي. تمام. لو قلنا حد زي مثلا صلاح الدين. ما انت بتسأل دلوقتي وانا عارف التاريخ ولا وانا مش عارف التاريخ؟ انا بسأل الشاعر ويقول لي بطل عشان كذا او لا عشان كذا. انا شايفه ان هو ما كانش بطل الصراحه. عشان لان كان على عكس المنتشر، فهو كان فيه حاجات، او اغلب الحاجات اللي كان بيعملها كانت لمصالح، يعني مصالح الدوله بتاعته عموما، مش هقول لك مصالح شخصيه، بس هي كانت مصالح الدوله بتاعته. ايه اشهر حاجه عملها؟ هو طرد الشيعة. ماشي. تمام، دي حاجه تحفه. بس فتح بيت المقدس، بس ما قواش الدفاعات بتاعته، فبالتالي حتى بعد ما فتحته شويه وضاع ده ده حرفيا ما فيش، فاهم؟ هي كام سنه، فاهم؟ ف هو ده اللي انا شايفه وحتى يعني. لما مات التفرق في ولاده بالظبط، دخل عيلته عمل حاجات كتير. بعديها، والعيله نفسها ما كانتش قويه وحاجات زي كده. بالظبط. يعني صلاح الدين لا. بس ده كواحد يعني قرا تاريخ او قرا الموضوع، انما لو انت بصيته كمجمل بقى من بعيد، لا هو بطل. طيب يعني نقولها بشكل تاني، انت كواحد حد عايش في مصر مم. شايف ان صلاح الدين مش بطل بالنسبه لمصر، ولا كحد عربي عموما شايف ان صلاح الدين مش بطل؟ لو حد حد قاري تاريخ. قاري تاريخ، هو صلاح الدين مش بطل. طيب نجيب مثال تاني، مثلا كنا اتكلمنا عليه السنة الحلقة اللي فاتت، مثلا حد زي لينكولن، ابراهام لينكولن، مم. رئيس امريكا في وقت الحرب الاهلية في امريكا. مم. ده يعتبر بطل ولا لا؟ نفس الكونسيبت بتاع صلاح الدين. انا مش بعمل عشان الحريه، ومش بعمل علشان العالم، انا بعمل عشان مصلحه الدوله بتاعتي، ايا كانت اللي هي. انا لو ما عملتش كده الدوله هتقوم عليا. طب حد زي غاندي. لا، غاندي، انا ما اعرفش كتير عن غاندي، بس اعتقد لا هو بطل. الناس كلها عارفة. بطل. انا طردت او بين قوسين يعني من اللي مم. مش شايف ان هو بيقول لك ان انا احارب البريطانيين بان انا ما احاربش البريطانيين مم. لحد ما افضحهم قدام العالم ان هم بيعاملونا ازاي بحارب وبيقتلوا بالسلب. مننا. ما هو انا الحارب السلبي ده انت لازم تصرف حاجه، مفيش اي اكشن او اي تصرف في الدنيا بيبقى ببلاش. مم. تصرفه بالنسبه لغاندي ان انا هضحي بدم شويه اللي هيموت، وانت كده كده قلت انت هتموت نص الناس عادي، فانت مش فارق معاك الناس تموت. فده اللي غاندي عمله، اللي هو مم. حته يعني هيموت مننا كام، بس في الاخر البلد هتتحرر. مم. وقد كان. مم. بس هل كده هو بطل؟ انا اعتقد. من وجهه نظري انا لا. مم. انت ما دام كده كده الناس هتموت، او الناس كده كده مش هينفع تعيش في الوضع ده وهي بتحارب عشان حريتها، ليه احارب وانا معيش سلاح؟ ليه احارب بالبق ان انا بقول ما تحتلنيش، واقف ارفع اقف له كده يروح موت؟ مم. ما هو انا شايف ان ده غباء. ده وجهة نظر انا، وانت شايف ان عكس كده، عادي ما فيهاش مشكله، كل واحد يبقى له وجهة نظر. مم. النقطه كمان كنت عايز اكلمك فيها، هل دايما البطل بطل؟ بمعنى. بمعنى هل الشخص بيعيش طول حياته يفضل بطل لحد ما يموت، لا، لا، لا. ولا البطل ده ليه بيتقال لحظه. على الشخص في يعني مثال؟ انت دلوقتي شايف ان محمد علي بطل. مم. لو محمد علي كان عمل حاجه معينه في اخر حياته كان هيفضل يتقال عليه بطل؟ زي مثلا ان هو مثلا
لو انت مشيت شويه بالتاريخ، ما اولاده ضيعوا حاجات وحصل بلاوي، حصل حاجات بعد ما هو بنى الدنيا وعمل وبتاع، مصر احتلت وحصل حاجات والكلام ده. هل في الوضع ده هو يعتبر ياخد ذنب اللي حصل بعديه ولا لا؟ اعتقد لا. لا. لا بس انت كنت خدت صلاح الدين بذنب ان هو ما امنش الدنيا بعد ما حرر. ماشي، بس دي مش صلاح زي دي. الدين لا مش عارف، بس حاسسها صلاح الدين يعني كان ليه ذنب ان هو ما اسسش الموضوع قوي. انما اللي ضيعه ولاد محمد علي كان مبني اكتر على اهوائهم هم، مش على الاساسات. يعني مثلا انا جيت وبنيت بيت، ماشي، بنيت حطيت اللي هي قواعد واساسات والكلام ده تشيل اربع ادوار، ماشي. جه ابني بنى كام؟ بنى الدورين، ماشي. جه ابنه بنى دورين، يبقى كده بقى مع اربعه والبيت سليم وزي الحاجه. بنى خامس ابنه، تمام. قال لك لا، انا معلش، انا ما بحبش الكلام ده، فانا هعمل بقى بسين، هحفر في الارض من تحت واعمل بسين ومش عارف ايه. واقول لك لا، ده انا عايز اعمل اهد العمدان اللي في النص دي واعمل مش عارف ايه عشان يبقى شكله شبه الديسكو مثلا ولا اي حاجه. فهل انا اتحاسب على سفاهته؟ عايز رايي، ودي مم. برضو نقطه اتكلمنا فيها في الحلقه اللي فاتت، اللي مم. هو حته، ما هو انت لو كنت ربيته بمقدار معين ما كانش هيوصل لكده. هو اصلا حته ولاد محمد علي هم ما كانوش يصلحوا الحكم من الاساس، او انت خليت، لا، محمد علي عمل كل اللي في مقدرته انه يخلي الحكم في مصر توريث لاولاده، مم. ودي كانت الغلطه بحد ذاتها. دي نقطه. انت لو محمد علي كان قفل الباب ان انا حكمت مصر ومت وعملت كل الانجازات دي، كان هتلاقي في كل بيت في مصر فيه تمثال تأثير ولا محمد صوره علي. لمحمد علي. مم. مم. وصل لك قصدي؟ اه. التصرف البطولي هنا كان ان انا اعرف اقف امتى، مش ان انا اكمل بولاد. اولا ده من وجهه نظري برضه، يعني مم. برضه يعني ايه، محدش يبقى عارف ولاده عاملين ازاي، ولا عارف الغيب، ولا شاف مم. لقدام قوي ان هو يعرف الدنيا توصل له. مم. جميل. جميل. طيب. آه حلو جدا. في حاجه تانية بقى احنا ممكن نتكلم فيها في الموضوع ده، اللي هو لو انا حكيت لك نفس القصه مرتين. مثال، انت دلوقتي ماشي في الشارع، مم. ما تعرفش اي حاجه، لسه بتمشي في الشارع عادي وقدامك تقاطع، مم. بتبص يمين التقاطع، لقيت واحد راح ضرب واحد بالنار، مات. انت ما شفتش اي حاجه قبل مم. كده ولا بعد كده، هو عايزك تركز في المشهد ده بس. مم. ماشي، لسه بتخش يمين في التقاطع على رجلك مثلا، ماشي. لقيت واحد ماسك مسدس على واحد وضربه بالنار. مم. انت فهمت ايه من اللقطه دي؟ ده راجل شرير، انا فاهم. مين مجرم. من الشرير؟ اللي قتل اكيد، انا ما اعرفش اي حاجه، يبقى اكيد اللي قتل. اللي قتل شرير. اكيد. حلو. خلص المشهد ده. ماشي. نفس المشهد تاني، مم. انت ماشي خطوتين، بتبص يمين، لقيت واحد رافع المسدس بيضرب على واحد كان بيحاول يثبته. لا، في الحاله دي مش هيبقى شرير، في الحاله دي هو بيحاول يدافع عن نفسه. هو رجل كويس الى حد ما، مع ان ده مش التصرف الامثل، ولكن لا هو كويس. حلو. لو انت مشيت نفس المشيه دي، مم. لقيت الشخص ده رفع مسدس على ده، وده واقف وراه عيلته، وده بيحاول يعني يسرع منهم او ياخد منهم حاجه. لا، مين اللي ماسك المسدس اللي ورا عيلته؟ الاثنين معاهم مسدس، ماشي. ده واقف بعيلته وبيحميهم، وده كان بيحاول يثبتهم او يسرقهم او كده، يبقى ده اللي لسه معاه عيلته، بيطلع المسدس وبيضرب. يبقى اللي معاه عيلته اكيد وش هو هو مش كويس. طيب. بيتهيألي مش هتفرق معاك قوي، قلت لك ده جنسيته كذا وده جنسيته كذا، ده لونه بشرته كذا ده لون بشرته كذا، مش ده هتفرق قوي راجل ده الصراحه. ست، ده مش عارف، مش هتفرق في اي حاجه في حياتك. اعتقد مش هتفرق. حلو جدا. ايه اللي غير رايك في كل مره من المرات دي؟ حته من المشهد الزياده. طيب، ركز معايا. مم. اللي انا قلت لك، انت بعد ما مشيت اللقطه دي، طولت في الشارع شويه، لقيت ان في ناس بتصور وان ده مشهد في الفيلم اصلا. مم. احس ولا في شرير ولا طيب، ده عادي ده. اللي حصل حاجه، مم. انت في كل مره كنت بتاخد الافتراض من منظورك انت. مم. انت لا سمعت من ده ولا سمعت من ده، ولا عرفت ايه اللي حصل، ولا الشخصيات دي تعرف بعض ولا لا، ولا ايه اللي حصل لهم، ولا مين ده ولا مين ده ولا اي حاجه. مم. بل بالعكس، انت كل مره برضه كنت بتاخد القرار من غير ما تعرف
ابعاد الموضوع ايه؟ طب ما انت ما استغربتش مثلا ان انت ماشي في الشارع وشفت الموضوع ده وقلت لك مفيش حد حواليك، مفيش ناس، مفيش حد علق، مفيش حد اتكلم، يعني انت الوحيد اللي بتشوف المناظر دي ومفيش حد فاهم. انت اللي دخلت الست او انت اللي دخلت الموقع اللي هو بيصور فيه بالغلط وانت مش عارف اصلا. وصل لك الموضوع؟ فاهمك. خلاصة الكلام هو انت في كل مره من المرات دي انت بتحكم حكم على حاجه انت عندك معلومه ناقصه عنها، ده حقيقي. وطول ما انت عندك معلومه ناقصه لما انا اشوف الموضوع انا هكمل المعلومه دي بحاجات من عندي. بحاجه من دماغك، وده طبيعي، ده كلنا كده. بل الادهى من كده، انت بكلمك على حاجه انت عاصرتها، ما بالك بقى ان انت روحت البيت بتحكي لي مثلا يا علام ده انا شفت واحد بيضرب واحد بالمسدس. بالنسبه لك هتحط كلمه معينه، يعني انت عارف ان واحد بيضرب او مطلعه او مش عارف ايه، اختلاف المصطلح نفسه هيرسم الصوره في دماغي غير ما هي مرسومه في دماغي. يعني لو اول مره هاجي اقول لك مثلا يا علمت انا شفت واحد كان بيثبت واحد بالمسدس، اول مره خلاص كان ممكن تقول بيثبت، اول مره بتقول ده واحد بينتقم من واحد ولا واحد بيولع، يعني ايا كان اللفظ نفسه اللي انت قلتها، انا خبطت العربيه او انا عملت حادثه. تصوري لما انت تيجي تقول لي انا خبطت العربيه، يبقى انت طالع حكيتها في سليم. حاجه مش عارف الاتصالات انت طالع سليم من الاخر. حلو. لو تقول لي انا عملت حادثه، اول تصرف يجي في دماغي انت اتقلبت من على الدائري والعربيه اتدشملت وانت نفسك مش عارف ايه، او انت في المستشفى او انت عايزني اجي الحقك او اختلاف الكلمه، مع ان الاثنين بين قوسين انت ممكن تقول الاثنين عملوا حادثه او الاثنين حصل مشكله او هي نفس الكلمه. نفس الموضوع بيطبق على كل حاجه في حياتك. لما تيجي تسمع من حد انت محتاج تعرف الحد ده اصلا في العادي بيتكلم ازاي. ده حقيقي. هل هو اسلوبه في العادي بيبالغ؟ هل هو في العادي بالنسبه له الحاجه مش كبيره؟ يعني انت ممكن بالنسبه لك يوم ده احنا خرجنا ومشينا وتعبنا ولفينا وصلت اخر الشارع وجيت. حد تاني ما بيمشيش اصلا، لا ده انا مشيت كتير. مشيت كتير ده ايه؟ انت لما انا اقول لك انا مشيت كتير انت هتفهم مني ان انا مشيت قد ايه؟ اقل حاجه مثلا 3 4 كيلو مثلا. ده بالنسبه لك عني ان ده كتير بالنسبه لي. لو انا جبت حد تاني قلت له انا مشيت كتير ممكن يقول لي يعني انت مشيت مثلا بتاع 500 متر. هو واحد على طول بيتحرك بالعربيه، على طول بيتحرك مش عارف ايه، فدنيته ووضعه دنيته مختلفه. تختلف من انت ساكن فين. انت لو ساكن في امريكا ولا ساكن في دوله مساحتها واسعه جدا، اسعار العربيات رخيصه، اماكن الحاجات من بعضها بعيده. ان انت مثلا رايح الجيم في امريكا ده يعني الجيم ممكن يبقى 5 6 كيلو. انت هنا في مصر تستعيب انك تقول لي انا رايح جيم واروح بالعربيه، طب ما انزل اتمشى ولا اروح الجيم القريب، انت حتى رايح جيم يا اخي يعني عيب يعني. مش عارف تمشي لحد الجيم. بس انت مش ما عندكش الصوره الكامله للظروف عامله ازاي. هو ده نفس الفكره بالظبط. لما تيجي تقرا التاريخ ما اقدرش اقول على حد ده كويس وده وحش حتى لو انا كنت واقف جنبه في نفس اللقطه. حلو التويست ده. حلو. نيجي بقى لشخصيات من الشخصيات اللي انت ممكن تبقى اي حابب تتكلم عنهم زياده شويه. لو انا كلمتك عن حد زي مثلا الحجاج بن يوسف، ده يعتبر فيلن ولا هيرو؟ شخصيه حلوه شخصيه وحشه؟ بص هو في اجماع ان هو مريض نفسي. ماشي تمام. الحجاج بن يوسف على قد ما يعني انا هحكي لك موقف صغير قوي قوي عنه. ماشي. الحجاج بن يوسف اكيد ان شاء الله باذن الله وربنا يحييني لازم يبقى ليه حلقه. الراجل ده شخصيه مختلفه انت مش عارف له حاجه. موقف من المواقف ان هو دخل عليه هو اولا هو لما يعني انا مش عارف احكي لك ايه ولا ايه من كتر ما حاجه صغيره لحد ما نوصل للحلقه. في موقفين. موقف واحد قال ان هو كان هو اول من فرض حظر التجوال في الامه اصلا. هو اللي قال صاحب الفكره بس. هو صاحب الفكره قال لك انا انتوا معاكم لغايه العشاء هتصلوا العشاء هسمع صوت هيتقتل. تمام. ليه الموقف ده؟ لان هو قبلها كان سمع ناس وهي خارجه من صلاه العشاء فتقول الله اكبر كبر عادي. ماشي. هم مش بيكبروا، هم عارف انت زي ما تقول ياه فاهم اللي هي اللي انت قصدك حاجه تاني. انا اسمع تكبيرا لا يراد به وجه الله وراح مسكهم حمشه. تمام. فراجل طبعا العرب كانوا بيروحوا يصطادوا، فده راح بيقعد مثلا 6 7 ايام في الصحراء بيصطاد ويجي بقى. فده جاي بعد العشاء يعني مثلا جاي 3 4 جاي من سفر بقى له ما يعرف حاجه وما يعرفش. ماشي. فراح جاي فالحجاج بقى راح مسكوا الجنود بتاع الحجاج مسكوه تعالى وهتتقتل. ليه مش هتقتل؟ فراح الحجاج جاي قال له انت يا اخ العرب انت كنت فين ومش عارف ايه. فراح قال له ايه؟ قال له انا عزك الله انا في البدايه ماشي. فانا ما سمعتش اي حاجه من اللي انت بتقول.
قال له بص هو باين من لبسك ان انت كنت في الباديه، بس الصراحه قتلك فيه صلاحه لامور البشر. راح عشان محدش يقول انت سبته وما سبتوش ويجي بالظبط. يتكلم. انا كنت فلا لازم يمشي فلا على القانون. كان برضو من المواقف التانية كان بيقول لك ايه، انا لو امرت حد ان هو يخرج من الباب بتاع ده بتاع الجامع ماشي وخرج من الباب التاني احل دمه. هو فاهم ده عصا ولي الامر. اقصى اكستريم اليمين بالظبط. واخد الدنيا، انا قلت كذا يبقى كذا وانا ولي امر فاسمع الكلام. لا برضو موقف تاني بسيط، وهو في الخطبة بتاعته فهو نازل عادي معاه رسالة اللي هي الخطاب التولية ماشي، فهو جاي بيها من مين؟ من الملك او من الخليفة او من امير المؤمنين، وجاي بيها علشان يوريها لمين؟ للناس، يا جماعة ده المرسوم بتاع التولية بتاعتي، وبيقراه عليهم. فادى المرسوم لمين؟ لحد يقراه وهو على المنبر، وخصوصا الدخله دي بتاعته دي قصه لوحدها بس هي الحته دي صغيره. فالراجل الحاجب، خلينا نسميه الحاجب، فواقف بيقرا فبيقول ايه؟ من امير المؤمنين عبد الملك بن مروان انه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وقاعد في الجامع. راح لسه بقى التاني بيكمل انه تم فقال اقف، الم يسلم عليكم امير المؤمنين؟ فين رد السلام؟ انتوا في الاخر يعني معناها انتوا ما تربيتوش ماشي، والله لا انا هربيكم ان انتوا ازاي تردوا على امير المؤمنين. عيد يا ابني. فراح جاي عيد فبيقول ايه؟ انه من امير المؤمنين وان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجامع كله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فده نبذه عن الشخصيه دي. فانت شوف انت في دماغك الشخصيه دي ايه؟ ده سايكوباتي، هو شخص مش مظبوط، في حاجه صح، غلط. شرير صح. طب لو قلت لك ان هو كان سبب في صك الدينار الاسلامي، لو قلت لك ان هو اللي شكل المصحف والسبب في تشكيله، حتى لو قلت لك اسم مصحف يعني هو يعني انت فاهم الفكره؟ انت ثوابك يعني الثواب بتاع القرايه. كل حاجه بترجع له هو، ما عنديش مشكله، بس انا على الاقل ده اختلاف بيني وبينك في النقطه دي. انا بالنسبه لي، انا راجل نقول قديم شويه، انا بالنسبه لي الهيرو لا، هو بيبقى حاول يبقى هيرو في كل موقف رضوان. يعني حتى لو هو عمل كل الخير اللي في الدنيا، انا ما دام انت بتعمل حاجات انا شايفها ما ينفعش تتعداها يبقى خلاص. عشان كده ان انا اقول على حد هيرو، او ان انا اقول على الشخصيه دي شخصيه كويسه، كويسه دي او هيرو، ده ممكن يقال عليها قدوه، يقال عليها مثل اعلى. انا بوصل لك الفكره. كل الكلمات اللي بتدي نفس المعنى اللي هو حدة الشخص ده، انا شايف الشخص ده كويس جدا لدرجه ان انا بقول عليه ان الشخص ده كويس. بس ما فكره تطلعش كده. هقول لك بس خلينا متفقين ان مفيش حد كويس في كل حاجه ولا شاطر في كل حاجه. ما عنديش مشكله الا الرسول طبعا، الرسول وده صلى الله عليه خلاص فاهم، وبعد كده الصحابه والصحابه بيحاولوا. طبعا ما عنديش مشكله في بس كل ده. ففعليا لو انت بصيت للحجاج فاحنا فعليا فينا منه مم. مع اختلاف وصلك يعني. احنا فينا منه، فما نقدرش نقول عليه ان هو وحش، وما اقدرش اقول عليه ان هو حلو. انا كل اللي اقدر اقوله ان انا احكي التفاصيل بتاعته وصلك. حلو، ده وصلنا لنقطه صغيره كمان. التفاصيل دي بتحكي من مين؟ بمعنى بمعنى انا دلوقتي عايز اعرف حاجه عن الحجاج. هل الكلام اللي انت قلته ده، هل اللي كاتبه الجنون بتوعه، يعني ناس في ناحيته، ولا الناس اللي كانت في المسجد او الناس اللي حضرته، غالبا بيبقوا ولا مؤرخين. هو والمؤرخ مؤرخ ولا من دول ولا من دول المفروض يعني. يعني ايه مؤرخ؟ او المؤرخ ده هل هو فعلا حد يعني كان زمان في شغلانه اسمها مؤرخ، شخص بيقبض واسمه انت مؤرخ بس؟ هو مش بيقبض بس، هو فعليا هو كان بيسخر نفسه ان هو يدرس التاريخ، وبالتالي فهو بيسجل زي مثلا ابن خلدون. ابن خلدون كتب اجتماعيات ابن خلدون او اللي هي المقدمه لابن خلدون او ايا كان يعني. فهو ما كانش شغلانته اللي هو، بس هو كان عالم اجتماع، فبالتالي حب يوثق العلوم الاجتماعيه اللي كانت موجوده عنده. يعني المؤرخ ده زي ممكن نسميه مثلا زي كبسولة زمن، بيحاول تشوف الحاجه منه، المفروض ريكورد حاجه زي كده، بتشوف الحاجه منه من منظور، من منظوره. هل بيفرق فيها بقى هل كان في صفات البطل ولا لا؟ يعني هل بيفرق فيها هل هو غني ولا لا؟ هل هو عايش كويس ولا لا؟ المؤرخ اكيد بتفرق. عشان ليه بقى؟ طب قول لي ليه. هقول لك. اصل في اشتهر مثلا زي كتب زي الاغاني بتاع الاصفهاني مثلا. ماشي. فهو بيحكي لك المواقف الطريفه او المواقف الغريبه اللي حصلت، فبالتالي هو هيبقى مستفيد اكتر لو حكى لك موقف وزود حته عشان يبقى غريب اكتر. سياق الدراما بالظبط نفس الفكره. عشان كده هو مش كتاب تاريخي، هو كتاب ادبي ماشي. اي نعم طه حسين خده ككتاب مرجع تاريخي وحصلت مشكله كبيره ورد عليه ناس كتير، مش موضوعنا، بس ستيل هو
هو ادبي، بيحكي لك مواقف ادبيه. عندك مثلا الجاحظ لما كتب كتاب البخلاء، هو كان بيوثق مواقف البخلاء. هل كل المواقف اللي فيه حصلت؟ اجزم العلماء كلهم لا ما حصلتش. هو لازم بيزود في حاجه، اصل ما فيش حد بخيل كده. مم. وصلت نفس فكره جحا برضه. جحا مين ده جحا؟ اسمه جحا الحقيقي مين جحا؟ ما سمعهاش امتى طيب؟ هو اللي اعرفه ان هو كان في حد اسمه جحا المصري، بس هل هو جحا بس اللي احنا هل قاعدين هو نسمع عنه بس كل لا الحاجات دي؟ اكيد ما تعرفش، فاهم؟ يعني هي كانت عباره عن ايه؟ كل واحد عايز يعمل حكمه فكان بيحطها في سيره اسطوره. جحا. بالظبط. فلان اللي انت عايز تسميه ده بتسميه جحا بالظبط. عشان تكمل بالظبط. مم. ف... فهي دي ده فهي اكيد بتفرق على، يعني اكيد لو المؤرخ ده غني ما بياخدش فلوس، فده زي برضو علماء الدين. علماء الدين كان كل ما بقى غني كل ما بياخدش فلوس، كل ما عارف انت اللي هو ايه. كان في اصلا الشافعي مثلا كان بياخد فلوس من العطايا اللي كان الحاكم بيديها له، كان بيخرج يوزعها ما بياخدش في حاجه. مم. الامام احمد بن حنبل لا ما كانش بياخد حاجه. ابو حنيفه ما كانش بياخد خالص لان هو كان غني. الامام مالك لا كان بيقول ليه، لان ده دوره. وصل لك؟ فكل ما كان الناس ما كانتش بتاخد فلوس كل ما كانت هي قويه اكتر على رفض الحاكم وانتقاد الحاكم. فاعتقد لا، لو المؤرخ بيبقى غني او الشخص ده هو فعليا مرتاح ماديا على الاقل او راضي ماديا، فده بيخليه ان هو قادر ان هو يكتب اللي هو عايزه طيب. حتى لو هينقد الحاكم نفسه. نقطة صغيرة بس. انت قلت دلوقتي ان في حاجة اسمها اعمال ادبية واعمال تاريخية. اه. هل الاعمال الادبية ممكن تتاخد ان هي دليل على العصر اللي هي مكتوبة فيه ولا لا؟ دليل بمعنى ان انا هاخد منها وابني؟ لا، بس هاخد منها وضح ملامح. اكتر. بمعنى يعني لو جيت قلت لك مثلا آه عارف انت الاسرائيليات، الحاجات المنتشره اللي هي قصص مثلا عن الانبياء اللي ما كانوش موجودين والكلام ده، اه. احنا ما بناخدش بيها بس بنسمعها. وصلت؟ بس ما نقولش انها كانت حقيقه 100%. احنا بنشوف اللي بيتفق مع مين، مع القرآن والسنة. اللي ما يتعارضش معاه ساعتها ممكن نقول الحاجة دي ايه، اسمعها او بالظبط، اعرفها اسمع بس. وخلاص. خلاص، قصة عبرة بس. عندك نفس الفكرة في التاريخ. فانت الادب مثلا لو سمعت مثلا عن هارون الرشيد من الكتاب الاصفهاني هتحس ان هارون الرشيد ده ما كانش ليه هواية في الدنيا. ماشي، ان هو كان بيقوم يلعب مع الجواري وينام بس. وسفيه بقى وبتاع، مع ان هارون الرشيد على فكره عمل انجازات كتير وكان عالم وكان بيتكلم وكان بيحدث وكان بيعمل الحاجات دي. فهي الفكره ان هي مش بتدل على الملامح بس بتديك قصه اللي انت بتحبها. يعني بياخد حدث حقيقي ويبني عليه احداث كتير. طيب، حتة كمان. امتى مثلا نقول على الحاجة دي تاريخية؟ يعني مثلا لو انا عايز اعرف حاجة حصلت في السبعينات، الستينات، الخمسينات، الاربعينات، حاجة حصلت من 50 سنة، من 60 سنة، حاجة زي كده، مم. هل الكتب اللي مكتوبة ساعتها دي تعتبر تاريخ ولا تعتبر ادب؟ يعني ايه اللي مكتوب ساعتها؟ يعني هل في مؤرخين موجودين معانا دلوقتي كتبوا الحاجه اللي حصلت من 50 سنه، فانا لو عايز اعرف المفروض. حاجه حصلت في الثمانينات في كتب تاريخ للثمانينات اه. والتسعينات ايوه. والالفينات ايوه. ودلوقتي؟ المفروض. انا دلوقتي ما اعرفش بس المفروض ان انت اكيد عندك مؤرخين بيعملوا مم. بيكتبوا التاريخ ده. بيكتبوه ازاي بقى؟ دي يرجع له. وصل لك؟ تمام. بس هم بيكتبوه ازاي؟ ما اعرفش. وده كله ده لسه هيرجع لحته اللي بيكتب ده بيكتب منين، بالظبط. بفلوس مين، بالظبط. ولصالح مين، بالظبط. والكلام ده. ما هو معلش يعني ما انا امير، ماشي، امير المؤمنين ولا الخليفه جايب لي قصر، ماشي، وعربيه رانج روفر ولا ايا كان اسمها ولا جيب، ماشي، وبيغرقني بالفلوس، ماشي. هل هكتب عنه ان هو كان وحش؟ ده راجل بخيل. هل هكتب عنه ان هو كان وحش؟ مم. لا. عارف انت اللي هو ايه؟ عارف انت عادل امام لما امسك الشاي بالياسمين بس خلصت. ف يعني اصل انت بشر في الاول وفي الاخر، اللي بيكتب ده بشر، فاكيد هيتاثر بالنقطه دي بشكل ما. فلا المؤرخين دلوقتي ما تعرفش، يعني انت ما تعرف لهمش هم بيكتبوا ايه، بيكتبوا منين. انا ما عنديش معلومه دي. ماشي. ننتقل حته كمان عايز اتكلم فيها، حته اللي بيكتب ده بيكتب امتى وعن امتى؟ في امتى في مؤرخين بتكتب حياته؟ جوه في وسط الحدث، مم. في مؤرخين بيكتبوا بعد الحدث. يعني مثلا ممكن تلاقي عندك مؤرخين بعد مثلا ما هارون الرشيد مات احنا نعمل كتاب عن هارون الرشيد. هو ساعتها هيبقى مظبوط منين؟ ما هو بيبقى عصره. مش فاهمني. يعني انا دلوقتي لو سالت يا شاعر انت مثلا في الكليه احكي لي اللي حصل معاك في الكليه السنه اللي فاتت، مم. معلوماتك عن الكليه السنه اللي فاتت مش هتبقى زي لما انا اجي لك السنه اللي فاتت وسالتك ايه. يعني مثال بسيط ممكن نعملها حتى،
اول ما الدراسه تبدا مثلا نقعد نسجل حلقه او نقعد نسجل ساعه مثلا، انت بالنسبه لك دلوقتي ايه اكبر مشاكلك، اكبر حاجاتك، ايه الدنيا معاك ايه. لو جيت لك كمان سنه قلت لك تفتكر انت سجلت ايه او قلت ايه ساعتها او كتبت ايه ساعتها، بلاش تسجل كتبت زي المؤرخين، مش هتطلع نفس الحاجه. اكيد. ده اكيد. فالمؤرخ اللي بيقعد يكتب الحاجه بعدها، هل ده يعني يثق فيه او انت تاخد كلامه على محمل الجد بالنسبه قد ايه؟ اصل خلي بالك برضو اللي بيكتب التاريخ ده مش بيكتب من دماغه بس، هو بيجيب لك مصادر. يعني يقول لك وقال كذا 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 زي الحديث، بس طبعا يعني الحديث اشرف من كده بكتير. يعني الحديث كان فيه، انت لو في النص واحد شك ان هو سوها عليه، بيروحوا خلاص الحديث ده بيتشطب. فهي نفس الفكره. فانا كمؤرخ راح جاي يقول لك ايه، وذكر في كتاب فلان الفلاني اللي عاصر الاحداث ان هو حصل كذا 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 كذا، ودليل على كذا او بناء على كذا ان النتيجه بتاعت الكلام اللي هو بيقوله ده حصلت دلوقتي اللي هي حاجه فلانيه. وصل لك؟ فهي كده. انما انا هقول لك اللي انا فاكره، وهقول لك اللي انا عارفه من الناس اللي كانوا موجودين، وهجيب لك مصادر على الناس اللي كانوا عايشين جوه. وصل لك؟ زي مثلا اللي كلمونا عن الصحابه، احنا عرفنا عن الصحابه منين؟ من ناس عاشوا بعد الصحابه ومع الصحابه، وفي ناس من الصحابه. بس فعليا يعني انت فاهم الفكره، كل دول اتجمعوا بقى عندنا تاريخ. مم. بس. طيب نقطه كمان، قول لي مثلا اسم فيلم او اسم كتاب انت قريته وانت صغير، او فيلم انت صغير كنت بتحبه مثلا. بحب سيمبا. فيلم اخر مره شفته كان امتى؟ في الامتحانات. في الامتحانات. هل لما شفته كان هو سيمبا لما انت شفته وانت صغير؟ خالص خالص خالص. خالص. ازاي بقى؟ احكي لي. وانا صغير كان اغلبه احاسيس اكتر، فاهم؟ اللي هو سيمبا كذا كذا. وانا صغير بدات اشوف، عارف انت اللي هي لما تشوف هو في اسقاط هنا، فاهم انت النقطه دي؟ طب لا، طب ايه اللي ورا الكلام؟ بدات تركز في الكلام اكتر، فاهم؟ عارف انت اللي هو لما تسمع اغنيه زمان وتكون فاكرها كلمات تانية، وهي نفس الفكره. ما ركزتش في جانب العاطفه على قد ما انا بقيت افهم الكلمه، او افهم اللي هو بيقوله ده بيقوله ليه. ايه ده تيمون ده هنا طيب قوي. طب ما هو عملوا هنا، طب ازاي هما بياكلوا حشرات؟ هو في حشرات اصلا شبه كده؟ عارف انت العقل المنطقي بدأ يشتغل. زمان لا عادي يعني، نمس وخنزير عادي، يعني ايه فيها ايه يعني، اصحاب فيها ايه. انما لما تتفرج عليه وانت كبير، لا، ما عارف انت اللي هو، لا انا بدأت احلل الموضوع اكتر. طيب لو انا كنت جبت الشاعر اللي اتفرج على الفيلم وهو مثلا 5 6 سنين وقلت له ايه رايك في الفيلم؟ هيقول هو. طب نفس الشاعر من اللي هو من الامتحانات اللي فاتت، اللي هو من سنه مثلا، هيقول ايه على الفيلم؟ هقول على الفيلم، هقول ان هو فيلم حلو. يعني مش هقول لك حاجه، بس هو مش هيبقى نفس حماسي للفيلم وانا صغير. مش هيبقى نفس الاحساس اللي انا حسيته لما اتفرجت بيه، ولما سيمبا بيقع ابوه بيقع على الارض، مش هيبقى نفس الاحساس. بس اكيد يعني احس ولا جزء صغير، عارف انت اللي هي حنين للماضي بشكل ما. بس. ماشي. دي نقطه كويسه اللي بنتكلم فيها، حته انت 90% من الحاجات اللي حصلت لك وانت صغير تقول عليها حلو. اه. ايه الكرتونات اللي انت لو كنت بتتفرج على كرتون معين على سبيس تون ولا ام سي 3 ولا اي كانت القناه، هتقعد تقول لي ايه، ده انا فاكر كذا 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 كان حلو. قناص. القناص ماشي، القناص بتاع 99 اللي هو كان بيتعرض على سبيس تون، احداثه مش مترابطه عشان في حاجات كتير واقعه، والحلقات فيها حاجات معينه، والرسم والتحريك ومش عارف ايه. لو جيت تتفرج عليه دلوقتي مش هتستحمل. مش ايوه بس انت ساعتها هتستحمل. ما كنتش انت شفت الحاجات اللي انت شفتها. مش فاهمني، مالهاش علاقه بكده، ليها علاقه بحته إيه، انت ما بتفتقدش الكرتون على قد انك بتفتقد احساس انك في ثالثه رابعه تانية ابتدائي مروح البيت تقلع الشنطه وتغير هدومك وتقعد نوستالجيا. تاكل قدام التلفزيون، ولا تروح تفتح الكمبيوتر وتقعد تلعب الالعاب اللي عندك وتقعد تعمل وتدور وتتحشر في اللعبه، ويجي اخوك الكبير ولا ابن عمك ولا حد ويساعدك فيها، طب اعمل كذا، طب جرب اعمل كذا، طب اكتب الشفرات في ورقه، طب اعمل مش عارف ايه. هو ده اللي انت مفتقده اكتر من حته اللعبه نفسها او الحاجه نفسها او الفيلم نفسه او الكتاب نفسه والحاجات زي دي. انا بيتهيألي ان من الحاجات اللي انت محتاج تبص عليها في المؤرخين او في كتابه التاريخ هتبقى حاجه زي كده. مثال حاجه حصلت من دلوقتي بقى عدى عليها قد ايه، 6 شهور 7 شهور، وهو مثلا نهائي كاس العالم، هو كاس العالم بتاع قطر 22. مش في الكوره. مالكش في الكوره بس ماشي. انت لو نتكلم العربي فكرت بقى. في نهائي الكاس ده كنت هتقول لي اللي هو كان بين مين، الارجنتين وفرنسا. الماتش كان حلو، ده حصل كذا كذا كذا.
وانت يوم الماتش ده مش عارف عامل ازاي، بعدها بشويه لا ده ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، ده الجون مش عارف ايه، ده اللاعب مش عارف ايه، هتفضل تعمل كده شويه، مم. بعدها بشويه مش عارف ايه، بعدها بشويه مش عارف ايه، بعدها بشويه ايه، بعدها بسنه، بعدها بسنتين. وده نفس الناس اللي حساه اتجاه مثلا نهائيات كاس العالم اللي قبل كده، او الافلام المهمه اللي كانت قبل كده، او الاحداث التاريخيه اللي حصلت قبل كده، مش عارف بطوله كذا ولا افتتاح مش عارف ايه ولا عملنا ايه ولا اي حاجه هتتعمل، حدث كان الناس بتتكلم عليه. حاول تفتكر انت نفسك كنت بتعمل ايه، وده بتلاقيه مثلا في حاجه زي الفيس ولا في اي منصه، لما يجي يقول لك من 5 سنين انت كنت قلت كذا، ايوه ايوه هتلاقي نفسك قايل حاجه غريبه جدا عن حاجه انت مش فاكر على ايه اصلا. انا مش فاكر انا قلت ايه اصلا، ولا قلته لمين، ولا ايه اللي حصل ساعتها، بس ساعتها كان حاجه مهمه بالنسبه لك. اه. لو كانت مهمه كنت هتفتكرها دلوقتي. امم. هي مش مهمه على المدى الطويل او على مدى شخصيتك، هي انت كنت فاكرها مهمه، ما كانتش مهمه، انت بتفضل خايف من الامتحان ولا خايف من البتاع وخلاص، شهر انا رعب ولا كنت زمان اول ما بنجح في اي مرحله لازم ادخل على الفيسبوك اقول يا جماعه انا نجحت في كذا وبقى كوي ومش عارف ايه. مع دلوقتي بقى لا عادي، فيها ايه يعني. وبقيت بستغرب الناس اللي بتنزل مثلا، قلت لي يا جماعه انا نجحت. حلو ما انت يعني. هتنجح. هي دي ليها حاجات كتير، بس هو الفكره حته ايه، ممكن اللي بينزل ده هو بيبقى مثلا قاعد اللي هو طب ما انا مستني كلمه من حد، ولا حد يقول ايه، ولا اشوف الناس، ولا ليها اسباب كتير. مم. بس هو الفكره، قول له كده، هل انت لو تسيب دلوقتي نفس احساسك من 5 سنين ولا 6 سنين؟ لا. مم. وده اللي بيحصل، انت مش انت بس اللي بتتغير، انت الدنيا كلها بتتغير. فكر كده اسم منطقه قديمه مثلا ولا حته انت ما رحتهاش بقالك كذا سنه، وجرب تنزلها تاني. اه ده بيبقى احساس بشع. بالظبط. احساس بشع، ايه ايه ده. الكوش كده، ايه اللي مش عارف ايه، انتوا ازاي بالظبط. عملتوا كده، فين العماره، فين خصوصا مش مثلا عارف لما ايه. اروح مدرسه قديمه، مدرستي قديمه مثلا، مثلا يا لهوي يعني. فين يعني الحاجه انت انت عملته ايه، فين فين السبوره الدهان، فين الطباشير. بالظبط. انت ذكرياتك مرتبطه بالحاجات دي، مم. طول ما الحاجات دي بتتشوه او بتتغير، انت جزء منك بيروح، جزء من ذاكرتك بيروح. انت مم. بيتك لو انت اتنقلت من بيت لبيت، او حصل وان انتوا مثلا عزلت ورحت حته مم. ثانيه، حته منك بتبقى ناقصه، اللي هو بالظبط. فين مش عارف تمد ايدك، طب انا بعمل إيه؟ ايوه مش ايوه ايوه. عارف، مش عارف، انت مش زي ما انت. مم. هو نفس الموضوع كده، انت حته التاريخ او ايه اللي حصل او الحاجات دي بتختلف. انت لو قعدت تحكي نفس القصه لنفسك كل سنه، مش هتطلع بنفس التفاصيل. مم. احكي بقى لي فيها تفاصيل مثلا اكتر. انت فاكر ايه مثلا بالحضانه دلوقتي، غير لو سالتك السنه اللي فاتت، غير لو سالتك السنه اللي قبلها، غير لو انت فرحان، غير لو انت زعلان، غير لو مم. في حاجه مأثره في نفسيتك، غير لو انت مثلا بس في لسه الاول وفي الاخر يعني للاسف يعني احنا بشر، ما احنا فلازم بشر. هتتاثر. انت محتاج تفهم ان احنا بشر، دي مش انا وانت بشر بس، كل الشخصيات التاريخيه بشر، ده صعب. كل الناس اللي صعب. قبلك وبعدك بشر. لا، ما هو مش صعب يعني. انت فاكر زي ما قلت ان لك حياتهم امبارح كلها كانت يعني. مهمه وبيعملوا حاجات؟ لا، ما اصل هم يعني قاعدين. في الحلقه بتاعت المره اللي فاتت مثلا، في الحلقه صفر، هي نفس الفكره يعني. انا فعليا والله العظيم انا قعدت فتره لما مثلا بقرا والاقي مثلا إن الصحابه ضحكوا او الرسول ازاي؟ بيضحك يعني مش فاهم ازاي يا جدعان يعني. ولا مثلا سيف الدين قطز لما اتكلم بيبرس مثلا، يعني ايه بيبرس خان صاحبه؟ بيبرس ده التوب. اه. فاهم. فاللي هو بتحس ان ثوابت، اي نعم هي مش محطوطه كثوابت، ولكن انت خدتها فاهم من الاساسيات. من كتر ما مش عارف اوصلك ازاي، بس هي بترجع لنوع الحاجه اللي انت بتقراها او بتشوفها. مثال على كده، هي ده، افتكر كل الكرتونات او الافلام، الابطال ما بياكلوش، ما بيغيروش لونهم، ما ايوه بيعملوش. ايوه 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 يعني الناس بتعيش كده بجد يعني. ايوه ايوه. لا، هو بيطلق لك حاجات كتير مليون. مم. وفي ناس ما بتحبش حاجه. يعني انا لو عملت لك فيلم عن قصه حياه حد اسبوع في حياته، يا لهوي على الملل، هيصحى ايوه هي ويفطر رياليتي. وياكل وينزل ويروح، مش هتحب حاجه زي كده. طب انا لان هي حياتي فما عملتش حاجه. انا فين الخيال، ولا فين انا بفصل ازاي، انا عايز افصل عن اللي انا عايشه. مم. بس هي الدنيا كلها كده. انت عايز تفهم مثلا ان هو اللي انا احكي لك عن صلاح الدين ولا عن قطز ولا محمد قاعد 15 20 سنه بيتعلم يحارب بس، يصحى كل يوم يقعد يتدرب شويه ومش عارف ايه، وبعد كده يقعد مع اصحابه ينام، ويصحى انت يتدرب هتنزل. تاني يوم وينام ما هو لازم يكون عامل كده. مم. قعد كام سنه مثلا، مثال ما بين المعركه والمعركه شهر بيسافر، ايوه ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا شايلين العده وحاطين الحاجات على الجمل ولا على الحصان ولا على اي حاجه وبنسافر بس شهر بس. انت انت دلوقتي في العصر السريع بتاعنا، انا ما بتاخد بركب العصر بركب السريع الميكروباص وانا ماشي اللي هو نص ساعه مثلا. وتقعد تقلب في التليفون اي وتسمع واخلص التليفون بودكاست واقرا وتسمع قران. مش عارف ايه وتبص على الاشعارات وتكلم، طب هو في اكل في البيت؟ طب ايوه. الناس في البيت نامت ولا لسه؟ طب اجيب حاجه معايا؟ طب متاكدين انك مش عايزين حاجه؟ لا وفكرة يعني كان في ستاند اب كوميديز كان بيتكلم عليه. طب افرض مثلا اللي بيودي الرساله ده بعد ما راح لقى الراجل مات.
لسه هدب مشوار تاني وارجع وانا نهار ابيض. فهي فعلا الموضوع 6 شهور ضاعوا من حياتي انا رايح وجاي على الفاضي. ف... فالموضوع الصراحه مضحك من النقطه دي. انت دلوقتي قدامك انك يا تعيش 10 20 ضعف اللي هم عاشوه، يا هتتسحل في حته انا تايه. انت كمل المعلومات اللي معاك دلوقتي مش طبيعي، رهيب. كمل حاجات انت تعرف تشوفها، كمل حاجات تعرف تسمعها. انت الناس دلوقتي بقت بتفاضل، طب هل يا ترى مثلا الناس اللي بتقرا هل اقرا روايه كذا ولا كتاب كذا ولا للمرجع الفلاني الفلاني ولا زمان ما كان الفلاني؟ فيه. انت فاهم، انت حاضر بتحط رجل على رجل وقاعد بتفكر يا ترى اسمع لده، اشوف الفيلم الفلاني ولا اشوف سلسله كذا ولا سلسله كذا، اقعد اقرا ومش عارف ايه. حتى في الحاجات اللي هي مش غلط، يعني انا عايز اشوف مثلا شرح حاجه لحد مثلا في اي مجال، ولا اسمع حاجه في الدين في شيخ واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين في مرحله من حتت من حتت كتير. وكل واحد على حسب، انت مثلا حد بيتكلم بالراحه، حد بالظبط، بيزعق، بالظبط. حد هادي، حد نشيط، حد ما عنديش مشكله في كل ده، بس انت من كتر المصادر انت نفسك مش عارف تعمل ايه. انت بتقعد 70 ايه مثلا 100 ايه 100 يوم ولا 200 يوم مثلا ولا شهر شهرين قاعد. طب ابدا منين؟ طب ابدا مع ده شويه اسمع ده، طب اسمع له مثلا ايه يومين ومش هتقدر تسمعهم ممكن ما كلهم. يعجبنيش. ممكن ما هو اصل المحتوى مش عارف اللي بيترفع على اليوتيوب بالظبط. كل ساعه قد ايه، يعني انت مش عارف محتاج كام مليون سنه مش عارف كام. طب يعني يبقى نجيب الرقم المره الجايه اللي هو عشان تعرف تخلص كل الحاجات على اليوتيوب. فاهم؟ مستحيل، فيزيائيا مستحيل انك تعيش كفايه انك تخلص كل ده. فانت العمله ما بقتش اسمع ايه ولا اشوف ايه. يعني زمان انت هتجيب الفيلم ولا الحاجه هنقعد نتفرج على الفيلم بس خلاص خلصت الجمله. بالظبط. دلوقتي لا، فيلم ايه؟ طب تقييمه كام؟ وندخل طب على مين نتفليكس قال ايه؟ نشوف كذا. طب شوف، طب هات لي التريلر. طب نقعد ننقي ساعه ونص ونشوف كان زماننا ملخص. شفنا الفيلم. او اشوف ملخص. انت استفدت ايه لما تشوف ملخص للفيلم؟ خلصوا لي بسرعه. ليه؟ لو عجبني ادخل اتفرج عليه. دي نقطه مهمه جدا. ايه اهميه السرعه؟ ببساطه ممكن يقعد ساعه ونص يتفرج على ملخصات افلام. طب يا حبيبي انت كنت جبت فيلم حلو، بس هتفرج على فيلم واحد. فيلم واحد وانت قاعد بتتفرج. نفس فكره البودكاست، انت هتشغل البودكاست في 2 و3 في الصبح، ماشي هيخلص معاك في ربع ساعه. طب ايه رايك كنت تسمع ربع ساعه بس؟ ما هي نفس الوقت، انا ما ضفتش ولا زودت حاجه. انت قاعد ترهق في دماغك وتحاول تفكر بسرعه بس. ما هو افرض اللي عامله مش عامله ان هو يخلص بسرعه. انا اتضايق جدا من حاجه زي دي في الترفيه. يعني في المحاضرات والكليه لو هو مثلا دكتور بيبوست كتير ولا بيقف ولا ايه ويكتب يعمل، او انت عارف الموضوع او انت حضرت المحاضره وبتراجعها، قشطه جري يعني، انت عارف انت مصلحتك فين. انما انا بفرج على حاجه لاول مره او حاجه ترفيهيه، يا راجل يعني حرام عليك تقعد الترفيه اللي هو هقعد ولا اسمع يعني ملخص الكتاب لفكره ان انا مش عايز اقرا الكتاب. يا عم ما تقراش كتاب، هات الكتاب اقرا منه فصل واحد في وقت الملخص هتبسط. يعني علام، بس فكره الدنيا سريعه اصلا، يعني انا عايز اخلص. بيتهيألك. انت كنت معايا في المدرسه او انت كنت في المدرسه، اسال اي حد من الناس اللي جربوا احساس افصل عن التليفون شويه. انت هتقول لي الوقت ما بيعديش. لا بص بمارس هي تعود. يعني انا سنين معلش اول اسبوع في المدرسه ده انت كنت قاعد واكل شارب نايم ورحت اليوم الدراسي ورجعت من اليوم الدراسي وذاكرت وخلصت مذاكره ونزلت لعبت كوره ولعبت بينج وطلعت ونزلت. ايه ده الساعه لسه 5. ايوه والله العظيم كنت بخلص كميه. انا اكتر فتره برودكتيف كنت فيها في سنه اولى. كلنا كده يا جدعان، انا اغلب الكتب اللي انا قريتها في حياتي كلها كانت في اولى. بالكتابين والثلاثه بالظبط، وفي اليوم. ايوه بس وهات يا عم الكتاب الخارجي خلصوا لك من طب هات لي كتاب خارجي تاني. انا خلصت مش عارف المعاصر، هات لي مش عارف يعني بالمناسبه للمشاهدين، بس انا وعلام كنا في مدرسه داخلي. لو حد عارف تجربه ستيم او متفوقين، فاحنا كنا في مدرسه داخلي عشان بس ما مستغربوش. الوقت والقعده والكلام. فهي دي النقطه. لا كنت برودكتيف بطريقه رهيبه. على فكره انت ممكن تستغل نفس الموضوع. بالظبط. انا حاليا والله يعني جرب كده اقفل تليفونك. بلاش مش هقول لك اقفل يا عم المهم اثبت فيسبوك بس او السوشيال ميديا. لا انت اقفل تليفونك ساعه وارجع افتحه مش هيحصل اي حاجه. انا عايزك تدوق الحته دي. يا علام بقى، هرد عليك الرد الطبيعي. يا علام، ما هو في ترندات بتحصل وحاجات كتيره بتحصل في نفس اليوم، اتفرج عليها امتى؟ جرب تطلع مصيف او جرب تسافر او مش مهم تسافر، اقعد في بيتكم يوم او اسبوع من غير التليفون. من غير التليفون اللي هو حته هات في ناس بتقول لك هات ماشي هات عده اللي هو تليفون زراير اتصل واعمل، ده حل. او غير كده انت لو قعدت كام يوم كده من غير ما تكلم حد ومن غير ما تعمل مع حد لفكره انك تهدي نفسك. يا سلام. اطفي نوتيفيكيشن، اطفي تليفون، لو هتقعد على الكمبيوتر ولا اللاب هتعمل حاجه اقعد اعمل حاجه. انا قاعد دلوقتي مثلا هقرا كتاب، اطفي الانوار، افتح حاجه هاديه، هات حاجه تشربها، اقعد على مكتبك،
الناس بتحب البخور او ريحه برفان او حاجه هاديه كده تهديك، واقعد افتح الكتاب، حس بالصفحه، افتح الصفحه، اقرا الكلام، امشي بصبعك على الكلام حتى زي وانت صغير، هتحس بالحاجه دي. ده حقيقي. اما انت هتتفرج على فيلم، شغل فيلم واقعد اتفرج، هتقرا حاجه، هتعمل حاجه، اعمل عايز اشوف، او انزل اتمشى في الشارع من غير تليفون من غير حاجه، اطلع اقعد في كافيه كده او في قهوه ايا كان من غير ما تعمل اي حاجه، اقعد بس ركز في صوت القهوه وهي بتتعمل، صوت الشارع، صوت الهوا بتاعت الناس اللي حواليك وهي بتتكلم. كان دكتور عبد الرحمن بس زاكر اللي هو بيتكلم في فقه النفس عارف، والكلام ده، كان بيتكلم في فكره ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا ما بقيناش عايزين نقعد مع نفسنا، لان فعليا انت انت مش خايف تقعد عايز مع نفسك. بالظبط، انت خايف، انت مش قادر تقعد تسمع صوت نفسك. لا، عشان كده كان مثلا انت، انا هنزل اهو هتمشى ومش همسك الموبايل، هتمشى وهجري، لازم احط سماعات في ودني عشان اسمع. يا اخي اه حتى كان بيقول كده، يا اخي اسمع نفسك، اسمع صوت، اسمع تأملات نفسك، اسمع تسبيح نفسك، اسمع الشارع ماشي ازاي، اسمع العربيات ماشيه مع بعضها ازاي، اسمع صوت الهواء وهو بيجي. احنا ما بقناش عايزين نسمع الكلام ده. انزل اركب مواصلات بالظبط. وبص على يعني الشارع. انت اخر مره سمعت صوت العصافير وركزت فيه، مش هتلاقي نفسك فاكر، مع ان فعليا معلش ما فيش حد ما عندوش الشجره اللي قدام صح. البيت اللي بيبقى عليها العصافير اللي بتصحيه الصبح. يعني انت ومن غير الشجره بيقفوا جوه الشباك ويقعدوا يلاقوك من غير الشجره ومن غير وانت برضه ما تسمعهمش. فهي فعليا الحياه عندنا بقت ماديه بشكل رهيب، لدرجه ان انت ما بقتش تحس بالحاجات دي اصلا. ف لا، احنا بعدنا عن الموضوع قوي. مش هبعد عن الموضوع، هو كله الثلاث حاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم دول بيلمسوا في نفس الحاجه. مم. حته ايا كان اللي انت هتقوله او اللي انا قلته او الشاعر قاله او اللي انت بتسمعنا بتقوله او المؤرخ قاله، هي مش دي الحقيقه، وانا عايزك تعرف ان مش دي الحقيقه. مم. انا لو قاعد بتكلم كل الكلام ده كده او اللي انا بقوله ده كله ما فيهوش اي معلومه صح، انت عرفت منين؟ لو انت ما رحتش دورت ورايا مش هتعرف. مم. لو انت قاعد معايا وما دورتش ورايا مش هتعرف. مم. لو المؤرخ كتب ان فلان ده مثلا كان طوله 2 متر، ان فلان ده مثلا اه، كان بيعمل كذا، ان فلان ده مثلا اللي بنى هو مصر بطل كان في الاصل الحرب، انا حيوان. دلوقتي في حرب حصلت فانا دلوقتي رحت للمؤرخ اديته قرشين في ايده كده، بص ايه يعني مثيلي على الشباب كده وخليني اقتل لي 20 30 واحد وابقى بطل واطلع واعمل مش عارف ايه، او رحت للشاعر وقلت له نفس الكلام، مم. اه، اكتب لي مثلا ايه ايوه قصتين عني كده حصل. ان انا عملت ووديت وجبت ورحت. نفس فكره دلوقتي اللي هو مثال عليها دلوقتي الاغاني الشعبيه، انا بعمل وبعمل وبعمل ايوه وبعمل. ايوه طب اللي بيغني ايه عيل عنده 13 سنه يا ايوه راجل؟ ايوه. يا راجل انت عملت وعملت 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 فين امتى؟ انت ما خلصتش ابتدائي يا عم ولا انت فين دلوقتي؟ نفس الموضوع هتلاقي حد برضو من الناس بتوع البدل ومش عارف ايه وبتاع، وانا عملت وعملت وعملت، انا اكبر ايه يعني ايه، انا بدات شركتي حلو، كان معاك كام؟ كان معايا مش عارف 50,000 دولار من بابا، طيب بقى الشركه كان بقى مش عارف كذا. مسامعين. اه انت عملت ايه؟ اللي حطيته في البنك يوم نفس الفلوس لا، بجد. وبرضه اللي بيستفزني خصوصا بقى ايه، انت تفتح التيك توك فتلاقي او من تفتحش الريلز التيك بتاع انا ما عنديش تيك توك الحمد لله. بس تفتح الريلز بتاع الانستجرام اللي هي ابشع من التيك توك، فتيجي تقلب لك ايه، ايه باستخدام الذكاء الاصطناعي اشتغل من البيت واكسب 100,000 دولار وانت قاعد. طب معلش، لو انت انت كسبت ال 100,000 دولار تمام، ويصور لك بقى بالفلوس، طب لو انت كسبتهم انت قاعد معايا ليه؟ بالظبط، وريني يا عم الفيلا والبيت والقعده وبتاع، وانت لو معاك الفلوس دي طب انت ما... بتكلمني ليه؟ يا ما حمد تروح تستمتع ما يا تروح عم تسافر بفلوسك تقعد في ودنيتك. المالديف قاعد هناك وخلصت. اه انت جاي تساعدني انا ليه طيب؟ او اللي هو مش عارف كان اللي هو ايه كتاب كيف تحصل على البال بسهوله مش عارف ايه بتاع، اه، الكتاب فاضي. ايوه ايوه. انا خدت فلوس مني، انت اللي طماع. بس فهي كده اللي هو حته، ما هي لو كانت سهله ما كل الناس عملوها. ما هو لو كان كل الناس بص، ما طيبه فيش ما كان هيبقى فيه فيش المؤرخ الواحد بالكتاب الواحد بالظبط. بالمرجع الواحد في المكتبه الواحده مم. وخلاص على كده. انت عايز تعرف في عصر كذا فلان ده اتكلم عن إيه؟ ما حدش بيتكلم للصح للصح، مم. كله لازم يكون عنده مصلحه او حاجه من الحاجة. انا في الاول في الاخر بشر. يعني كده تقدر تلخص الكلام ده كله في قد ايه؟ انا حاسس ان الناس زهقت اصلا حلو، وقفلت اخر البودكاست. كلمتين عشان نقفل. اه. رقم واحد موضوع البطل، مفيش حاجه اسمها بطل مطلق، ولو انت شايف حد بطل فانت مش شايف صوره كامله. مم. رقم اتنين، موضوع الحاجه نفسها، حاول تمشي الحاجه بسرعتك انت وحاول تستمتع بالدنيا اللي حواليك. انت مش هتستفيد حاجه انك تبقى اعلم اهل الارض، عشان انت لو بقيت اعلم اهل الارض هتعرف انك ضيعت وقتك انك تبقى اعلم اهل الارض. وهتعرف ان لسه في تاني. انت لو بقيت اعلم اهل الارض وقريت كل الكتب وشفت كل الافلام خلصت كل حاجه هتعرف انك حياتك خلصت، ما استمتعتش بكل العلم اللي عندك. مم. هل انت اعلم اهل الارض؟ النقطه الاخيره اللي هو حته ما تخليش الذاكره تخدعك.
انت وانت صغير ما كنتش اسعد من دلوقتي، ودي الحقيقه المره اللي انت مش هتوصل لها. والحياه في الثمانينات ما وانت كانتش لو احسن من كنت دلوقتي. فضلت صغير ما ينفعش تفضل صغير. مين بيفضل صغير طول عمره؟ مين ما بيكبرش؟ مين ما بيشيلش مسؤوليه؟ بس انت حاول تستمتع بانك بالفتره اللي انت تشيل فيها. المسؤوليه. انت كمان شويه مسؤوليتك هتكبر، كمان شويه مسؤوليتك هتكبر، لحد انت هتزعل لما يبقاش عندك مسؤوليه. لا قدر الله لما يبقاش عندك مسؤوليه، ده انت في حاجه غلط عملتها. او انك خلاص تبقى وصلت عايش لوحدك في اخر حياتك ولا في نص حياتك ولا في اول حياتك ومبسوط انك عايش لوحدك، دي مش حاجه حلوه. كل الناس بتحب تقعد لوحدها اكيد، مم. بس انك تبقى غايتك في الدنيا ان انا يبقى معايا فلوس عشان اعيش لوحدي، لا. انت في حاجه عندك محتاج تظبطها، او انت شايف سعادتك انك تفضل لوحدك دي برضه مش احسن حاجه قدامك. مؤلمه الحته دي. هي حقيقه، هو كلنا كده، كلنا مبسوطين ان احنا قاعدين، وبعد خروجه ولا بعد دنيا ولا تنزل مع ناس وتبقى متضايق هتحب تقعد لوحدك. مم. بس ما تحاولش تألف انك تقعد لوحدك. وجهه نظر صعبه يعني. فكر فيها انا الاسبوع الجاي. الفكره انا خدت فيها وقت عبال ما اقتنعت بيها. فكر فيها لحد الاسبوع الجاي. كده خلصنا. احنا داخلين في الكام الريكورد؟ ساعه. ساعه تقريبا. ساعة، بسم الله ما شاء الله يعني. أتمنى إن أنت ما تكونش كمستمع يعني قاعد وخلصت جريت وسرعت صوت على اللاب، سرعت صوتي. أنا صوتي في التسريع هيبقى وحش أوي. المهم، بنفكرك إن أنت تقدر تسمعنا على سبوتيفاي، أنغامي، بوديو، يوتيوب، البودكاست العربي، أو على أنكر، وهتلاقي كل اللينكات تحت موجودة في الديسكريبشن. أتمنى انك تقول لنا رايك في النقطه دي، تقول لنا رايك في النقطه دي، تقول لنا ايه المعلومات الصادمه اللي انت اتصدمت لما عرفتها عن ابطالك. تقول لنا ايه هم الابطال اصلا في وجهه نظرك، سواء بقى على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي، او حتى في الكومنتس هنا. بس كده، كده حلقتنا خلصت، ودومكم بخير. سلام عليكم.